لو بتفكر تشتري عربيه اس يو في تحت المليون استنى، بلاش تنفذ قبل يوم 12/5. ايوه اشمعنى يعني 12/5؟ لان هيتقدم رسميا الهافالجو لاين فيس ليفت التجميع المحلي، واللي سعرها لازم هينزل بعد تجميعها محلي، واللي متوقع تكون 3 فئات. اول فئه ممكن تكون ملمسه في ال900,000، والفئه الثانيه في رينج المليون، والثالثه هتبقى مليون وحته اللي فيها كامل التجهيزات من الاداس وكل حاجه محتاجها. عربيه كل اللي اشتراها قبل كده ما ظهرش معاه اي مشاكل. انا شخصيا قعدت مع ملاك للعربيه دي عملوا بيها 300,000 كيلو. اس يو في تصميمها من بره مميز ومساحتها من جوه واسعه، يعني تنفع لعيله. بتتقدم بموتور 1500 سي سي تيربو، 148 حصان و220 نيوتن متر عزم، متوصل عليه فتيس دي سي تي من 7 سرعات تبريد زيت، وفيها بقى كل التجهيزات اللي هتحتاجها من انظمه الفرامل الاساسيه، انظمه الاداس كامله، سقف بانوراما، كراسي كهرباء. في رايي العربيه دي تتقدم بس بتسعير يقلب السوق ويتوفر منها كميات كبيره، وهي هتاكل فئه الاس يو في بمليون جنيه. ولا انتوا ايه رايكم؟